أهلا وسهلا أصدقائي المطورين. النهاردة هنتكلم عن ال Variables. المرة اللي فاتت كان الفيرجن بتاع الموبايل هو نفس الفيرجن بتاع الديسكتوب. عشان كده لو ما اتفرجتش على الحلقة اللي فاتت بتاع Data Types في الديسكتوب ياريت تتفرج عليها عشان هي حاجة مهمة هنكمل بيها بعد كده. المحاضرة اللي فاتت كانت محاضرة نظري مش عملي، فبالتالي ما كنتش محتاج أو ما كناش محتاجين إن احنا نفتح البراوزر. مجرد بس إنك أنت تتفرج وتفهم يعني إيه data types ويعني إيه variable كمفهوم عام. النهاردة بقى هنتكلم عن ال variable وإزاي إن احنا نعمل variable وإزاي إن احنا نعمل assign لل variable لvalue معين. يلا بينا نبدأ. أول حاجة هنبتدي إن احنا ندور على one compiler. بعد كده هندخل على اللينك بتاع الكومبايلر. بعد كده هنختار بايثون، نمسح المكتوب هنا ونبتدي. أول حاجة هنعملها إن إحنا نفهم يعني إيه variable. طيب إيه هو ال variable؟ أول حاجة إحنا قلنا إن أي برنامج أو أي application أو أي حاجة في الحياة بيتكون من حاجتين. إيه هما الحاجتين؟ الكود بيتكون من الكود وبيتكون من الداتا. طيب الكود وإحنا هنقدر إن إحنا نتعلمه خلال الكورس ده. طيب بالنسبة للداتا نقدر إن إحنا نجيبها إزاي؟ الداتا نقدر إن إحنا نتعامل معاها بكذا طريقة. طيب إيه هي أكتر طريقة مهمة إن إحنا نقدر إن إحنا نتعامل مع الداتا اللي هي موجودة في التطبيق أو إن إحنا نشاور على الداتا دي؟ الطريقة المثلى أو أفضل طريقة هي إن إحنا نعمل assign لvariable. إيه ده؟ يعني إيه؟ طيب نبدأ أول حاجة إن إحنا نقول إن إحنا عندنا variable اسمه name، ولازم نسمي الvariable بتاعنا باسم واضح بيدل على المحتوى اللي هو موجود جوه الاسم أو جوه الvariable ده. طيب بعد كده علامة الإيكوال. بعد كده نعمل assign للvariable طالما احنا بنقول إن هو name فهيكون جواه اسم، وليكن اسمه مثلا كريم. بكده احنا نكون عملنا أول variable لينا. طيب الvariable ده دلوقتي هو بيعمل إيه؟ الvariable ده بيعمل حاجة مهمة جدا. طب إيه هي؟ الvariable الvariable ده بيبوينت to the data. عندنا الvariable ده كل اللي هو بيعمله إن هو بيشاور معايا على الداتا. طيب وبعد ما بيشاور على الداتا بنبتدي إن إحنا برضو بنشوف الفاريبل ده بيعمل إيه. بيروح جاي بيشوف الميموري كريم دي موجودة في الميموري، بيقوم جايب كريم من الميموري بعد ما خزنها ويروح إيه جايبها هنا تاني. فالفاريبل هو مش اللي بيخزن الداتا، وإنما الفاريبل ده هو الحاجة اللي بتشاور على الداتا فين مكانها في الميموري. تعال نكمل. طيب نتكلم بقى بعد كده عن طريقة كتابة الفاريبل. تعال الأول نطبع print name ونشوف هيطلع لنا ايه. الرن طبعا طلع كريم اللي هو الاوتبوت بتاع الكود بتاعنا. طيب تفتكر لو انا حطيت قبل النيم حطيت مثلا special character زي الات، تفتكر ايه اللي هيحصل؟ هل الفاريبل ده كده هيشتغل ولا لا؟ هتيجي هيقول لك لا. ليه؟ عشان هو invalid syntax. عندنا في أي variable أول ما بنيجي ممنوع إن إحنا نحط أي special character في الأول زي النقطة مثلا، زي الداش، زي الفورورد سلاش مثلا. أي حاجة إن إحنا نحطها في الأول دي مش هتنفع معانا في الفاريبل. طب إيه هو اللي ينفع معانا في الفاريبل؟ إن أنا أحط underscore
من الأول، فهيشتغل عادي جدا، مش هيقول لي أي حاجة، مش هيقول لي عندي syntax error. أعمل run، ألاقيه تمام، حلو أوي، ده أنا كريم. طيب، أو إن أنا أعمل فيه إيه، أو إن أنا أخلي أول حرف capital. ده هو ده اللي أنا أقدر أعمله في ال variable، في ال assign أو في ال declaration بتاع ال variable عندنا هنا. طيب، بعد كده إيه تاني أقدر إن أنا أعمله في ال variable؟ أقدر إن أنا أحط underscore ورقم بعدها، أو إن أنا هنا أعمل إيه بالظبط في ال variable؟ أقدر إن أنا أحط underscore وبعديها أرقام، أو إن أنا أحط الأرقام على طول جنبها لازقة فيها، أو أقدر إن أنا برضو أحط أي special character، لكن الشرط إن هو ما يكونش في الأول. فبالتالي ال variable بتاعي ممكن إن إحنا نقدر إن إحنا نعمله بكذا شكل، ونقدر إن إحنا نخليه بأي اسم، وفي نفس الوقت أدينا برضو فهمنا المعنى العام بتاع ال variable. المرة الجاية هنتكلم عن ال variable assign، ايه الداتا types اللي احنا نقدر نعمل لها assign لل variables، وشوية computation نعملها المرة الجاية. أتمنى إن تكون الحلقة دي مفيدة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس.